انا اسف بس انا تمنيت سبايدر مان يموت. اهلا وسهلا بيكم، انا فتاح وده الفاينل. ايه ما فهمتش ايه مش هدور تاني وكله ماشي صلانسي بس حضوره ليه جاي طول الليل كلك اي حاجه واستنى للفاينل تيك بس الدح يعلي زميلي فتوح يودي هيسمع دولي المجرم دوت مش محلي بس ستيل مأدي كل السم عندي وكلك اي حاجه واستنى للفاينل تيك. النهارده احنا بنفاينل تيك احلى فيلم اتعمل لسبايدر مان. دي اول مره هنتكلم عن حاجه المارفل في التشانل هنا، فمحولي ان انا هتكلم كتير وهرغي كتير علشان دي اكتر حاجه بحبها. مارفل اكتر حاجه بحبها في الوجود. في عدد اي فيلم جديد بنعمل له فاينل تيك، الاول بنتكلم من غير حرق وبعد كده بنتكلم بحريه حرق. حاليا انت في السيف سايد، تقدر تتفرج على الفيديو لغايه ما اقول لك خلاص كفايه كده. الجزء الاولاني اللي من غير حرق بقول لك فيه اجمالا هل الفيلم يستاهل او لا، هل في حاجات انت هتبقى متوقعها او لا، هل في حاجات هتبسطك او لا. في الجزء ده من سبايدر مان ما اظنش ان انت في حاجه هتستناها ومش هتلاقيها. لو انت عايز فيلم يديك مشاعر كتير، الراجل هيبقى حزين مبسوط سعيد بيهزر بيضحك بيدي جوكس حلوه فشخ، مشاهد تانية هتخليك تدمع وتتأثر، مشاهد هتعرفك اللور اكتر بتاع القصة او بيعرفك مين بيتر باركر اكتر من سبايدر مان، وفي نفس الوقت برضه بيعرفك ان سبايدر مان لسه عنده حاجات كتير قوي هو لسه ما يعرفش عنها حاجة كسوبر هيرو وكبيتر باركر. احسن طريقة تتفرج بيها على الفيلم هي مش اي ماكس، هي مش السينما العادية، هي مش اي حاجة تانية غير سكرين اكس. الفيلم ديزايند اصلا ان انت تتفرج عليه في سكرين اكس. سكرين اكس اللي مش عارفها بتبقى السينما محوطاك يمينك وشمالك في سكرينز وفي قدامك السكرين الاساسيه. هل الفيلم يستاهل يتراح سينما؟ طبعا. لو مفيش فيلم دلوقتي يستاهل ان انت تتفرج عليه في السينما غير سبايدر مان وده اوديسي، مش هيكون دليل. ما بحبش احمد العوضي، كفايه احمد العوضي في الدنيا يا جدعان، كفايه احمد العوضي بجد. المهم نرجع لسبايدر مان. الفيلم بيتكلم عن الاحداث بتاعه سبايدر مان وبيتر باركر بعد نو واي هوم. اخر حاجه حصلت في نو واي هوم هي ان بيتر باركر طلب من دكتور سترينج ان هو يمحي ذاكره كل الناس اللي موجوده في الكون مين هو سبايدر مان، يمحي شخصيه بيتر باركر من الوجود. What if everyone forgot who I was? What? They're coming here because of me, right? Because I'm Peter Parker? So cast a new spell. But this time make... عارفين ان سبايدر مان موجود بس ما يقدروش يقولوا هو مين اللي تحت الماسك. ناس كتير كانت عارفه هو مين من قبل المشكله بتاعت نو واي هوم، وناس اكتر عرفته من بعد المشكله بتاعت نو واي هوم. ده طبعا بفضل ميستيريو اللي في الفيلم اللي قبله كان طلع وصرح واعلن ان سبايدر مان هو بيتر باركر. Spider-Man's name is Peter Parker. الناس كلها قلبت عليه وبقوا بيكرهوه. ده طبعا الاحداث اللي فاتتك في نو واي هوم وفار فروم هوم اللي قبليه. في براند نيو داي هو بيكمل لك الاحداث وبيقول لك ان سبايدر مان او بيتر باركر بقى شخص جديد تماما، براند نيو بيرسون، محدش عارفه، محدش من اصحابه يعرفه، ما عندوش صحاب اصلا، حتى الناس اللي بقى شغال معاهم ما يعرفوش شكله. لو انت متابع مارفل كويس هتبقى عارف هو شغال مع مين دلوقتي، بس لو انت مش متابع كويس هسيبها لك مفاجأة في الفيلم. حاجه من الحاجات المميزه قوي في الفيلم ده ان هما ما جودوش قوي في الفيلم ده. التجويد في الفيلم ده مساحته قليله قوي 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 قوي، زائد ان الريفرنس اللي واخدين منه السوينجينج والفايتس والمشاهد الدراميه والتمثيل وحتى الاكسبريشنز بتاعت توم هولاند في الفيلم ده بالسوت او من غيرها ليها ريفرنس احنا شفناه قبل كده واتبسطنا بيه. نيجي للجزء بتاع الفايتس، ازاي سبايدر مان بيتحرك في الفيلم ده، ايه الريفرنس بتاعه. لو انت لعبت سبايدر مان ريماسترد مايلز موراليس سبايدر مان 2 هتبقى شايف ان اي حاجه في الفايتس بتتعمل، اي فينش موف بتتعمل، اي ويب بتتضرب، اي جادجت بتتضرب، كل الحاجات دي انت شفتها او لعبت بيها اوريدي في سبايدر مان، سواء ايا كان الجزء انت جربتها قبل كده. الويبنز اللي الفيلنز بيستخدموها قصاده انت شفتها قبل كده، فانت بتقدر تريليت لاي حاجه. انت بتبقى عارف دي بتتعمل ازاي بالكنترولر او بالكيبورد لما انت بتلعب بيها. دي حاجه فوق مستوى المتعه ان انت عارف دي تتعمل ازاي، انت شفتها قبل كده، انت عملتها قبل كده. انا لعبت الثلاث العاب دي، اكتر حته انا كنت مبسوط بيها في الفيلم، اخيرا اشوفه في فيلم، لان الفايتس في الافلام اللي قبل كده ما كانتش بالمستوى ده خالص. سبايدر مان بيقعد يتنطط ومحدش بيقدر يمسكه وبيقدر يفلت من اي حاجه والكلام الجميل ده كله، بس ما كانش فيه فايت انتنس ان انت تشوف الحاجه اللي انت قدرت تعملها قبل كده في الالعاب اللي فاتت. ده بالنسبه للفايتس. نيجي لجزئيه السوينجينج والدراما، الاثنين الريفرنس بتاعهم The Amazing Spider-Man 2 و The Amazing Spider-Man 2
احسن فيلم سبايدر مان شفته في حياتي، مش بس علشان هو متصور حلو قوي، مش بس عشان القصه حلوه قوي، لا علشان اندرو جارفيلد هو احسن سبايدر مان موجود. اعتذاراتي لتوم هولاند، انت عامل اداء عالمي بس مهما عملت مش هنوصل للاداء بتاع اندرو جارفيلد. اعتذاراتي للناس الاولد سكول، توبي ماجواير الاو جي، بس شكله كان عجوز قوي يا جدعان، شكله كان عجوز قوي، شكله مش هاي سكولر خالص يعني، شكله مش شخص في ثانوي يعني، لا 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 لا، شكله متجوز وعنده احمد ومحمد يعني. اندرو جارفيلد احسن واحد كان عامل سبايدر مان، كان بيأكت از سبايدر وهو لابس السوت، كان بيأكت از هاي سكولر وهو بيتر باركر عادي، كان بيأكت ان هو لسه مش ناضج، لسه بيعمل افعال مش طبيعيه، بيتحرك كتير حتى وهو من غير السوت، بيعمل حاجه عكس توم هولاند اللي احنا كنا شايفينه دايما برضو ان هو نيرد اكتر من ان هو بيتحرك كتير او بيدي جوكس حلوه او غير اللي كان بيقدمه اندرو جارفيلد وتوبي ماجواير. سبايدر مان التانيين وحشين؟ لا اطلاقا، اكيد برضه حلوين، بس انا بفضل اندرو جارفيلد، وده اللي كان عاجبني لان الدراما متاخده كتير قوي من دي اميزنج سبايدر مان سواء 1 او 2. الناس كانت بتتكلم ان قد ايه اندرو جارفيلد معبر حتى وهو لابس الماسك، الاكسبريشنز بتاعته معبره جدا، انت بتقدر تشوف الاكسبريشنز وهو لابس الماسك. I know how to help you. What are you doing? I know the grid specs. I can reset the system. You can't be here right now. I'm not messing around. You can't be here right now. This is insane. Guess what? Nobody makes my decisions for me. All right? Nobody. This is my choice. Okay? My choice. This is mine. دي حاجه كنا مفتقدينها جدا مع توبي ماجواير وتوم هولاند. توم هولاند بقى بياخد ده، لسه ما اجدوش 100% وبقينا بنقدر نشوفه ونحس ان ده موجود. مشاهد الحزن بتفكرني جدا بمشاهد الحزن في دي اميزنج سبايدر مان، حتى التمثيل قريب من بعضه، حتى تاخده من دي اميزنج سبايدر مان. اظن كده كفايه كلام من غير حرق، ونتجه للجزء الاخر للكلام بحرق. الشخص اللي لسه ما اتفرجش على الفيلم، شكرا جزيلا، نورتني. تقدر تتفضل، بس قبل ما تتفضل تعمل اللايك والكومنت، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، الله يبارك لك. قبل ما تمشي رتب مين احسن سبايدر مان بالنسبه لك، سواء توبي ماجواير، اندرو جارفيلد او توم هولاند. نيجي للجزئيه اللي بحرق. سيادتك شفت الفيلم، ايه رايك؟ جامد، ها جامد موت. انا هقول لك شويه ايستر ايجز، انا مش جاي افصص الفيلم برضو بدايه ونهايه وحبكه، ممكن نتكلم شويه عن الحبكه بصراحه، بس هنتكلم عن الايستر ايجز. دلوقتي الفيلم بيبدا باول ايستر ايج في الانترو، الا وهي ان في اللوجو بتاع مارفل وهو لسه بيظهر على السكرين كنا بنشوف ان سبايدر مان او بيتر باركر بيتشال من اي سين هو موجود فيه، اي سين كان موجود فيه زمان هو بيتشال منه. ده علشان يفكرنا ان احنا لسه الناس ناسيه بيتر باركر، لسه الناس متعرفش مين هو سبايدر مان. بيجي بعدها شويه مشاهد بتوري لك قد ايه سبايدر مان بقى وحيد، قد ايه بيتر باركر بقى عايش لوحده، ما بيتكلمش مع حد، منعزل تماما، واخد البيت اللي هو قاعد فيه. اتاكد مليون في الميه ان محدش بيطلع هنا علشان يقدر يمارس النردنه براحته، وعلشان يبقى يقدر واخد راحته برضه، راجل عايش اعزب براحته بقى. بعدها شويه مشاهد سريعه بتجيب لك الفيلنز اللي هو كان بيحاربهم الفتره اللي فاتت، منهم سكوربيون اللي احنا ما نعرفش هو جاب الصوت بتاعته منين، ودي مشكله كبيره، منهم توم ستون. الاثنين كان في فايتس معاهم في الاجزاء القديمه بتاعت سبايدر مان كلعب. لو انت لعبت سبايدر مان زي ما قلنا سواء ريماسترد او سبايدر مان 2، فانت هتبقى قادر تريليت للفايتس والموفز اللي سكوربيون او توم ستون بيعملوها. طبعا بنشوف مشهد سريع جدا لسبايدر مان وهو بيفايت ذا هاند اصلا هم المفروض مين فيلنز في الستوري بتاع دير ديفل، اللي انا اسف هو مش موجود في الفيلم ده زي ما توقعنا، كنت اتمنى اشوفه جدا. بس السين اللي الناس قلبت كلها عليه الدنيا ده ما كانش السجن، فاستاذ مات موردوك لسه في السجن، احنا كنا في حته يعني احنا كنا في حته تانية خالص، هو كان في حاجه واحنا في حاجه. لا، على ذكر سلبيه من سلبيات الفيلم، الا وهي ان احنا ما عرفناش ازاي سكوربيون خد السوت بتاعته، ولو اننا متوقعين يعني، بس في جزئيه تانية انا اتضايقت جدا انها مش موجوده. فين الصحفي والمذيع الاقرب الى قلبي جون جيمسون؟ فين؟ ليه مش موجود؟ ليه جي كي سيمنز عامل دور عظيم على مر السنين من ايام توبي ماجواير، انا محتاج اشوفه تاني، محتاج اتفرج عليه تاني، محتاج اسمعه وهو بيرو سبايدر مان تاني. هل في سلبيه تانية من سلبيات الفيلم؟ لا، هما 2 وما اذونيش قوي بصراحه. كان في فلاش باكس بتفكرك باللي حصلت في الفيلم قبل كده، بصراحه ما كانش ليها لازمه بالنسبه لي، لان انا كنت فاكر الكلام ده كله او انا عارف الكلام ده كله. هو بيدي هنتس للناس اللي ما اتفرجتش على الافلام اللي قبل كده او الناس اللي مش متابعه قوي. شيء كويس، بس حسيت ان ده وقت كان ممكن نستغله في حاجه تانية.
السوت اللي كانت في بداية الفيلم اللي كان بيفايت بيها سكوربيون لما كانوا في الشتاء وكان في تلج نازل، نسخة طبق الأصل من السوت اللي دي أميزنج سبايدر مان أندرو جارفيلد كان لابسها في فيلم من الأفلام. نفس البيني اللي كان لابسها على دماغه، نفس الكوفية، اولموست هي بالظبط. هل دي حاجة وحشة؟ بالعكس دي حاجة حلوة لأنها عجبتنا قبل كده فعملوها لنا تاني. اكتر مشهد عجبني في الفيلم ده دراميا كان المشهد بتاع توم هولاند وزندايا على السطح لما الفيلن بتاعت الفيلم قررت تقول لسبايدر مان جو اهيد بيتر تاتش هير. ايه ده؟ ليه كده؟ I saw it coming يعني كنت متاكد مليون في المية، والناس اللي كانت معايا في السينما تشهد. قلت بس جامده تحفه. الفيلن هنا كانت بتوريك انها متوحشه، انها بص انا مجنون، انا فيش مني، وده حقيقي. جين جراي من اقوى الفيلنز اللي شفناهم. ماكس بتاعت سترينجر ثينجز، سيدي سينك كانت عامله دور عظيم سواء في سترينجر ثينجز او في سبايدر مان براند نيو داي. في الحالتين تمثيلها لا غبار عليه. فيلن مكتوب حلو قوي، موجود من زمان مش جديد، موجود في الاكس مان. انا بصراحه مش ضليع في الاكس مان بس هي كانت موجوده. جين جراي شفناها قبل كده ادابتيشن لممثله تانية، بس اظن سيدي سينك هي اللي هتكمل الليجاسي بتاع جين جراي بعدين. السوبر باور بتاع جين جراي ما كانتش واضحه قوي، هي بكل بساطه تقدر تتحكم في كل واحد في حدود ال 33 متر، بتتحكم بيه في عقله وجسده وكل حاجة، وهي بتقدر تتحرك بجسمها برضو عادي، فهي بتبقى في حتتين في نفس الوقت. وده ظهر لما كانت بتتحكم في هالك. ممكن كفاية ضرب في هالك علشان ما فيش حد ما ضربش هالك في الام سي يو. ايرون مان، ثور، سبايدر مان. ليه؟ انا فاهم ان سبايدر مان فشيخ بس ده هالك، ما ينفعش نعمل في كده. اي نعم المره دي اول مره اشوف هالك بالرعب ده بالهيبه دي من ايام دي انكريدبل هالك، ضخم عملاق. هل اتهزم؟ لا، ودي حاجه تحسب لهم ان اخيرا ما شفناش هالك بيتهزق لدرجه ان هو خلاص بقى اتهزم. هو اللي قرر ان خلاص انا كفايه عليا كده. سبايدر مان في الفيلم ده الميوتيشن ليفل بتاعه كان بيزيد زياده عن اللزوم، وكان بيوري له حاجات جديده في السوبر باورز بتاعته وهو ما كانش متخيل ان هو يقدر يعمل كده. زي ان احنا اخيرا خدنا الاورجانيك ويبس، اخيرا ستوبي وي هاف اورجانيك ويبس. شفنا حته صغيره قوي من نفس المشهد بتاع توبي ماجواير وهو لسه بيكتشف، بس كان نفسي يطول شويه، كان نفسي يدونا ريفرنس اكتر من كده. Go, Web, go! اكتر فايت طبعا عجبتني الفايت بتاعت سبايدر مان مع ذا هاند اللي اولموست في اخر الفيلم خلاص، علشان هنا سبايدر مان مش بيهولد اوف اي حاجه، لسه ما بيموتش حد، لسه ما بنقتلش، بس شفنا جليمس من سوبيريور سبايدر مان. اتوقع ده هنشوفه بعدين كتير لان هو هيقدر يكنترول امتى يشغل ده او امتى ما يشغلوش، ومن غير الانهبيتور، من غير الريموت كنترول اللي كان عامله علشان يقدر يكنترول هو ايه دلوقتي. اظن سبايدر مان هيساعد بروس بانر بعدين ان هو يقدر يكنترول هولك احسن. نيجي لاستاذ فرانك كاسل دي بونيشر، اعظم فيجيلانتي اتوجد على مر العصور. اعظم فيجيلانتي علشان الاستاذ ده ما عندوش سوبر باور واحده توحد الله، وده ظهر لما كان بيفايت دي هولك وكان بيحاول يخلع من الفايت دي، لان ده مش الليفل بتاعي يا جماعه، ده مش انا قشطه. استاذ دير ديفل هتروح تفايت كينج بين انا معاك، هنروح نفايت روسو انا معاك، ستريت ليفل وحاجات من دي انا تمام، هتحطني قدام هولك لا يا جدعان ده مش انا، ما تحطنيش. وده كان عاجبني جدا علشان فرانك كاسل ما كانش بيكابر، لا هو يا عم انا ده مش الليفل بتاعي، انا همشي، انا اروح اعمل انا حاجه تانية، اشوف انا جين جراي فين بنت صغيره ونحل الدنيا. هو ستيل هو ما قدرش يعمل حاجه قدامها علشان هي قربت منه جدا وبدات تكنتروله، ودي اصعب حاجه في الدنيا ان انت تكنترول فرانك كاسل، مش علشان هو شخص قوي ذهنيا او ان هو ما يقدرش حد يخش جوه مخه والكلام الجميل ده، عشان الراجل ده محطم داخليا، الراجل ده مش موجود، مراته وعياله ماتوا واصحابه خانوه وحالته طين. الناس بتبقى مفكره ان ثور وسبايدر مان حياتهم صعبه لغايه اما تشوف فرانك كاسل، تشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته والله العظيم. خلاص يا عم فرانك كاسل طلقه السنايبر اللي ضربها الناس كانت شايفه انها مبالغ فيها قوي، ان هو ازاي ده ضرب من بعيد قوي كل ده ويا على الحاجات وكل الكلام الجميل ده. انت حضرتك ما شفتش ذا بانشر سيزون 1 الحلقه الاولانيه؟ ذا بانشر ضرب طلقه من على بعد 9 ميل اولموست 15 كيلو. 15 كيلو ده من حلوان للمعادي، خد بقى طريق الاوتوستراد وشوف الدنيا هتمشي معاك ازاي. انت امشي مش طلقه، امشيها انت.
الطلقه اللي شفناها في سبايدر مان براند نيو داي بتاعت فرانك كاسل، ولا تيجي اي حاجه قصاد العادي بتاع فرانك كاسل. شفنا مشاهد كتير قوي من الكوميكس، اشهرها وكان اجمدها المشهد بتاع فرانك كاسل وهو شايل سبايدر مان وداخل بيه المستشفى بعد ما ضربه بالنار. تحفه، ماستر سين. انا اسف بس انا تمنيت سبايدر مان يموت في اللقطه دي، علشان لو كان مات كنا ممكن جدا نشوف فينوم، لان هو سبايدر مان ما ينفعش يموت، هو مش هيموت عامه، بس هو يموت في الفيلم ده علشان فرانك كاسل يروح يدفنه والسيمبيوت يروح يتمشى لغايه القبر بتاع استاذ بيتر باركر ونشوف سبايدر مان توم هولاند بالسوت بتاعت فينوم. حاجه للاسف ما شفناهاش مع اندرو جارفيلد، مع انها كانت هتبقى فشيخه، بس ما شفناهاش. واندرو جارفيلد اكتر ممثل اتظلم في سبايدر مان. يا راجل ادوله 3 افلام حرام والله. كده بما اننا اتكلمنا عن الفيلم نفسه من غير حرق، واتكلمنا عن مشاهد معينه بحرق براحتنا، واتكلمنا عن الايفولوشن بتاع سبايدر مان، واتكلمنا عن فرانك كاسل، في حته بقى صغيره كده اسمعوني فيها، دي الثيري اللي انا متبنيها من بعد الفيلم، الا وهي هير مي اوت. دلوقتي ام جي شافت الرساله اللي بيتر باركر كان كاتبها في اخر نو واي هوم، اللي كان رايح الكافيه علشان يقدر يديها لها ويعرفها بنفسه تاني ويفكرها بنفسه، بس تراجع في اخر لحظه. بس هي دلوقتي شافتها، قريتها كلها واتكلمت معاه ان هي شخص جديد تماما غير اللي هو عاش معاه الحاجات دي كلها، شكرته على كل حاجه هو عملها عشانها زمان، بس هي مش نفس الشخص. ولكن بعد ما جين جراي توحشت تماما وبقت السوبر باورز بتاعتها ملهاش حدود وبقت بتقدر تجو دي اكسترا، مين كان تحت السيطره بتاعت جين جراي لما كانت بتعمل كده؟ ند وام جي. شفنا ام جي وهي بتدمع، هيرمي اوت، هي بتدمع عشان افتكرت. عملنا انلوك للميموري ده زي اللي حصل مع ند بالظبط، لان بيتر باركر لما شافه وعملوا الهاند شيك بتاعتهم قال له بيتر، افتكروا ميموري اتعمل لها انلوك بس كانت محتاجه هزه، ها يلا محتاجين نهز نشيك كده محتاجين نهزها، مش احنا، هم محتاجين يهزوا الميموري. فلما هزوها لا مؤاخذه عمل انلوك، ايه ده بيتر. ولكن ام جي الهزه دي حصلت قبل ما جين جراي تكنترول الدنيا دي كلها، فالميموري اتعمل لها انلوك والهزه اوريدي موجوده. فام جي افتكرت، ام جي عارفه انها بتحب سبايدر مان، انها بتحب بيتر باركر، والواد المهمش اللي طلع ده هنلغيه. دي الثيري بتاعتي. اتمنى يجي يوم واثبت ان انا كنت صح، لان انا بحب الحاجات دي قوي. واخيرا البوست كريدت سين، ناس كتير قوي قالت ان هو وحش قوي، ولكن خدها مني وما ترجعش ورايا ونتقابل بعدين. ده مايلز موراليس. ولو انا بحب حاجه اكتر من سبايدر مان بيتر باركر فانا مايلز موراليس. انا بقى اصلا مايلز موراليس، فكك بقى من بقى اندرو والناس دي كلها، انا مايلز موراليس. دي كانت حلقه سبايدر مان براند نيو داي في الفاينل تيك. اتمنى تكون حلوه، لان دي من اكتر الحلقات اللي انا مبسوط وانا بعملها، لان انا بحب مارفل جدا. ممكن بعدين نعمل ريكاب بسيط على الحاجات اللي المفروض تشوفها قبل الافلام اللي نازله جديد، لان دومزداي جاي دكتور دوم حضرتك، واتفضل والله العظيم عشان حضرتك هتغاب على الناس قوي. كان نفسي اعمل لكم التريلر رياكشن اول لما التريلر بتاع افنجرز دومزداي نزل، بس انا للاسف سيء في الحاجات دي وبجري على طول اتفرج على التريلرز المهمه بالنسبه لي، فما قدرتش يعني انا اتفرج عليه، فهنبقى فيك، هبقى بفيك وانا ما احبش افيك. خليني كده. كان معاكم فتاح وده الفاينل تيك. اتمنى تكتبوا لي في الكومنتات ارائكم في الحلقه وارائكم في الفيلم وترتيبكم لاحسن الافلام بتاعت سبايدر مان. لايك كومنت شير وسبسكرايب، والسلام عليكم. Rebirth.